يعني ايه وجبات ب50 جنيه و60 جنيه و70 جنيه و100 جنيه؟ الكلام ده مش موجود والكلام ده كده. ازاي اوفر وازاي ادبر من داخل الميزانية بتاعتي التوفير الصح اللي هيفرق معايا ويملى بيتي خير؟ التوفير قرار والتوفير اسرار والتوفير نظام. ان انت تمشي بيتك بنظام صح هتوفري، يعني هتوفري وتوفري مبلغ محترم كمان. ولو ما وفرتيش يكفي ان انت هتسد حاجات بيتك ولغيرك ما تحتاجيش. 30 يوم خير وتوفير لو مشينا مع بعض بنظام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال. اللهم امين. وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته. شكرا جدا لدعمكم ليا، دمتم نعمة في حياتي، اللهم امين. النهاردة يا بنات معانا فيديو توفير التوفير. وجبات ال100 جنيه وال50 جنيه وال70 جنيه وازيد ب100 جنيه بحاجة بسيطة، نقول ب130 جنيه هتعملي وجبات لحوم هتكفي أسرة 6 أفراد. هتملي بيتك خير من أول الشهر لآخر الشهر. أول وجبة معايا وهي وجبة لحوم. جبت يا بنات مثلا كيلو وراك، هنقول كيلو الوراك عامل 100 جنيه. وبجيبه كده واشوحه على النار مع معلقة زيت مع فص توم يا بنات. وبحط عليه حبة صلصة واسيبها على النار لحد ما تتسبك وتاخد وتدي وتستوي الفراخ على نار هادية، من غير شوربة من غير مية من غير اي حاجة، بتستوي معاكي وبتكون زبدة ما شاء الله. بنحط عليها برضو معلقة توم وتوابلك وبهاراتك وبسيبها تاخد وتدي مع بعضها. بجهز بقى بطاطسيتين وببدأ كده اقشرهم، وبعدين ببدأ ان انا اخرطهم على شكل مكعبات. الفراخ استوت شلتها من الصلصة بتاعتها، وبعد كده حطيت البطاطس مكان الفراخ وزودت كده حبة صلصة. وببدأ أسيب البطاطس تاخد وتدي مع الصلصة لحد ما تبدأ تطرى معايا شوية، علشان تتشرب من طعم من طعم المرقة بتاعة الفراخ. وبعدين أزود كمية المية اللي أنا محتاجاها. في الوقت ده يا بنات دخلت الفراخ الفرن، خدت معايا الشكل اللي انتوا شايفينه ده تحت الشواية، مش هتاخد 10 دقايق الفراخ كده كده مستوية. عملت جنبهم حبة رز أبيض تحفة فل. الأكلة دي شتوية والأكلة دي مدفية والأكلة دي حلوة جدا. والأكل ده ممكن يفضل منه تاني يوم ناكل أكلة أرديحي، مش مشكلة أبدا، مش شرط أبدا تاني يوم يكون في فراخ. لو فضلوا معايا طبقين رز بنقضيها غدا تاني يوم. وكده حبة جرجير وحبة مخلل ومية فل وعشرة وفضل وعدل من عند ربنا. نروح لليوم اللي بعده او اللي بعد اللي بعده نقضيها نقضيها اكله ارداحي. الاكله الارداحي اللي معانا يا بنات ب20 جنيه حرفيا. حرفيا يعني حرفيا. جبت يا بنات فول. الفول ده انا عاملاه نابت نقعاه قبلها بيومين وسبته لحد ما نبت. بفرزه في اكياس، مثلا بجيب كيلو وبعمله مرة واحدة وبفرزه في اكياس واشيله في الفريزر. طلعت كيس حطيت عليه معلقة من التوم وحطيت عليه كمون وملح مبهر. الملح المبهر ده كنت عاملاه معاكم في 15 فكرة. فيديو ال15 فكرة حلو جدا جدا يا بنات. نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زودت بقى باقي الكمية بتاعت الشوربة اللي أنا محتاجاها على النابت. بعصر كده ليمونة حلوة. الليمونة دي حلوة كده في برد الشتاء، والأكلات دي شتوية ومدفية، والشرب دي بتبقى حلوة جدا جدا يا بنات. وبعد كده هعمل كده حبة حبة شيبسي. البطاطس دلوقتي رخيصة ومالية السوق، والبطاطس الجديدة كمان طلعت. هاتي بطاطس واعملي لهم وجبات من دي. هنمشي الأسبوع بتاعنا أكلتين أرداحي وأكلة لحوم. مش خلاص جبت اللحوم والفريزر مليان واحنا دلوقتي في أول الشهر؟ أهبد من الفريزر وهات من الفريزر ونعمل ونشكل وننوع ونروح على آخر 10 أيام في الشهر ونقضيهم أكل أرداحي ونحط إيدنا على خدنا. طب وليه يا بنات ما احنا ممكن نعمل حسابنا من اول الشهر. وكده الوجبة بتاعتنا خلاص خلصت وما كملتش ربع ساعة. الوجبة دي بتكون انقاذ ليا وهتكون انقاذ ليكي بأمر الله. جنبهم كده حبة شيبسي، حبة طماطم متخللين، رش عليهم رشة ملح، حبة خيار، اي حاجة موجودة عندك حابة تحطيها حطيها. وحط ليمونتين كده على الطبلية او على السفرة، اللي عايز يزود ليمون على طبقه. وهنفت عيش وناكل ونشرب ونشبع. والله فضلوا معايا طبقين بيفضلوا لتاني يوم فطار، وكده وفرت فطار وغدا من داخل ال20 جنيه.
وكده متفل وعشرة. نروح للوجبة اللي بعدها، ودي وجبة أرداحي. عندي كيس شوربة في التلاجة، قلتلك كيس الشوربة ما ترموش أبدا، أي شوربة تفضل معاكي حطها في كيس. جبت الخضار المشكل. ايه هو الخضار المشكل اللي كنت مفرزاه معاكم؟ كنت مفرزة معاكم يا بنات كوسة وفاصوليا وبسلة. طلعت التلاتة دول وخرطت عليهم بطاطسيتين وشوحتهم مع معلقة زيت ومعلقة توم، وزودت عليهم كيس صلصة متسبك من اللي كنت عاملاه معاكم، وعملت حبة رز بالشعرية عليهم اللي عجب. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. وجبت بقى الاطباق بتاعتي وغرفت 3 اطباق رز وطبقين خضار مشكل، ولسه فاضل معايا كمية رز محترمة وفاضل معايا كمية خضار. الاكل ده هيفضل معايا يومين. عندي تاني يوم مشوار، والله انا ست موظفة ومش فاضية كل يوم اعمل اكل. اعمل الاكل اليومين زي كده، وممكن تاني يوم اجدد جنبه اي حاجة. اعمل حبة بتنجان مخلل، اعمل حبة بطاطس شيبس، اشكل كده وانوع واعمل الوجبات دي، وكده حبة مخلل جنبهم وحبة جرجير ومية فل وعشرة. نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو وصلتي معايا لحد هنا اكتبيلي في التعليقات لحد فين. تمام. وما تنسوش يا بنات، الكلمة الحلوة منكم بتكبر بخاطري وبتفرحني وبتخليني أكمل. دمتم نعمة في حياتي، اللهم آمين. بص يا بنات، بعد كده هعمل حبة رقاق طري. الرقاق الطري ده بيكون حلو جدا. بعمله كده دفعة واحدة وبشيله في أكياس في الفريزر. هطلعه كده يا بنات واحط جنبه حبة عسل، وهنقضيها عشاء على حتة جبنة قريش على حتة جبنة قديمة. اطلعه كده واعمل يوم مثلا بصل بلحمة، واكله بالبصل باللحمة بيبقى حلو. والله الولاد ممكن ياخدوا منه يومين 3 في الاسبوع سندوتشات مع الجبنة، مع اي حاجة سايلة مثلا جبنة مربى. بيبقى حلو جدا جدا يا بنات. العجينة بتاعته عبارة عن عن ملح ودقيق. ملح ودقيق بس مش اكتر من كده، وبعمل عجينة تكون طرية شوية ملزقة في ايدي. حبايب قلبي اللي بيقولوا لي يا حنان احنا العجينة ما بتطلعش معانا حلوة مع ان احنا بنمشي على نفس الخطوات، بصي يا حبيبتي جربي، قلتلك في نص كيلو في ربع كيلو، مرة على مرة على مرة ايدك هتتعود على العجين. هتحسي بالعجينة، ايوه هتحسي بالعجينة، وهتطلع حلوة بين ايديكي. مرة هتطلع ناشفة، مرة هتطلع طرية. اهم حاجة تعجني في العجينة عجنة حلوة. ايديا بتوجعني وقلت لكم قبل كده. نريح العجينة يا بنات 10 دقايق ونرجع لها نعجن فيها 5 دقايق. ادي العجينة مهلتها في العجين واديها حقها في العجن. طيب انا ما بقدرش اعجن زي ما قلت لك، سيبيها فترة وارجعي لها تاني. العجينة لما تبدأ تنعم في ايدك وتحس انها نعمت، خلاص ابداي استخدمي العجينة وهتطلع معاكي حلوة جدا. بعد كده بقرص العجين زي ما انتوا شايفين كده وبكوره كور صغيرة. طيب انا بعمل الفطير بتاعي فين؟ بعمله في الفرن بتاعت الانبوبة. ولكن لو انت هتعمليه في الفرن بتاعت البوتاجاز يا حبيبة قلبي، او على صينية على عين البوتاجاز، نفس الخطوات بالظبط. بس يا بنات بسخن النار شوية زيادة. ليه بقى؟ لان الفرن بتاعت الانبوبة بتكون لما الفطير اكتر لانها بتكون متقفلة. لكن لو انت هتعمليها على الصاجة على البوتاجاز او جوه الفرن بتاعت البوتاجاز، يعني حاولي انك انت تسخني الفرن شوية. بعد كده يا بنات بفرد الفطير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اعمل حسابي في الفرد ان انا هحتاج لدقيق، احط كمية دقيق محترمة جنبي. كل ما احس ان الفطيرة شربت الدقيق ابدا اديها رشة دقيق خفيفة علشان ما تمسكش معايا في النشابة. وبعد ما افردها فردة حلوة، يعني الفردة بتاعتها هتكون مش رقيقة قوي ولا سميكة قوي، يعني على قد ما اقدر افرد فيها يا بنات افرد بحيث انها ما تتقطعش مني وما تكونش رهيفة. بدلها الدقيق اللي هي محتاجاه بس مش اكتر من كده علشان ما تنشفش مني داخل الفرن. تمام. بعدين ببدأ انفضها من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده وادخلها الفرنة بتاعتي. ما بتاخدش في الفرن سواء فرن البوتاجاز او الفرن بتاعت الانبوبة وقت كبير. الفطيرة صغري حجمها لو انت هتعمليها في الفرن بتاعت البوتاجاز، لان فرن البوتاجاز اصغر من الفرن بتاعت الانبوبة. تمام. يبقى كده يا بنات عملنا، شايفين عملت كمية فطير محترمة. ده الفطير الطري او الرقاق الطري بيبقى حلو جدا في الاكل، وبيبقى حلو كمان لو انت هتعمليه مع لحمة ببصل هيبقى جميل وخطير وحلو جدا. دي كده تاني فطيرة. ببدأ ان انا اخدها كده لاني بحس ان اطرافها نية. لما تحس ان اطرافها نية مشي اطرافها كده زي ما انت شايفة على النار او على الحتة اللي تحس فيها نار عالية، حطيها داخل فوطة وداخل وداخل كيس
وشيليها كده واكتميها علشان ما تبدأش تنشف منك. طيب ايه اللي بيفرق الرقاق الطري عن الرقاق الناشف؟ الرقاق الناشف بيكون اسمك من ده شوية، يعني العجينة بتاعته بتكون تخينة شوية، ما بتفرديش فيه كتير، النار بتاعته بتكون اعلى، تمام، فبيطلع معايا الرقاق الناشف. في ناس بتحط للرقاق رايب، وفي ناس بتحط للرقاق لبن، انا ما بحطلوش اي حاجة، بعجنه بمية وملح بس يا بنات، وبيطلع معايا بسم الله ما شاء الله وطرية من اول واحدة لحد اخر واحدة. كنت عاملة حوالي 3 كيلو دقيق في الوقت ده، لان دقيق الفطير او الرقاق احنا بنستخدمه كتير وبشيله في الفريزر وبيفضل معايا فترة طويلة، تمام. والله فطار غدا عشاء مش هيقولك لا، سندوتشات للولاد وهم رايحين المدارس بيبقى حلوة جدا، مع العشاء مع حتة جبنة قريش، حتة جبنة بيضة، حبة عسل، بصي تحفة، جميل جدا جدا يا بنات، جربوه. يبقى كده احنا بنمشي الاسبوع بتاعنا زي ما قلت لكم بالنظام اللي انا قلت لكم عليه، بنمشيها ايام كده وايام كده. في ايام بقى بنمشيها معجنات، بنعمل حاجة زي دي وبتوفر معانا كتير في بند الفطار او في بند العشاء يا بنات. اعملي حبة قرص، حبة قراقيش، حبة رقاق زي دول، بص هيفرقوا معاكي كتير جدا في الميزانية وهيوفروا معاكي مبلغ محترم. عملتي مبلغ يومي، عملتي مبلغ شهري، عملتي مبلغ اسبوعي، بتلتزمي بالمبلغ ده، فضل منه اي جزء شيليه في حصالة يا حبيبتي وعينيه. نروح بعد كده للوجبة اللي بعدها وهي وجبة السمك. السمك يا بنات انا بجيبه، بس مش بجيبه مع المشتريات بتاعة اللحوم، السمك بجيبه بالطلب، يعني مثلا بجيب كل اسبوعين مرة سمك. ليه كل اسبوعين ومش كل اسبوع؟ لان انا عندي في بعض ولادي مش بياكلوا السمك، فانا بجيبه كل اسبوعين مره، تمام. بجيب بالطلب، يعني مثلا ناويه اعمل سمك النهارده بنزل واجيب سمك. يستحسن ان انت لما تجيبي السمك تجيبيه على العمايل على طول، يعني ما تفرزهوش لان طعمه يا بنات بيغير، تمام. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد كده يا بنات بعمل خلطة السمك، الخلطة الخطيرة اللذيذة. بجيب يا بنات معلقة توم، وبعد كده بحط عليها معلقتين من هريسة الشطة، وبعد كده بحط عليها حبة ملح مبهر، وبعد كده بجيب ليمونة حلوة، ليمونة كبيرة كده وحلوة، وببدأ أعصرها، تمام يا بنات. فبيخلي ريحة السمك كده ايه في حتة تانية. بجيب كده قرن فلفل، بجيب حبة شبت، حبة بقدونس، حبة خضرة بحطها، والله حابة تحطي طماطم، عندك جزر حطي، حابة تحطي بصل حطي، انا بحط الحاجة اللي ولادي بياكلوها. حطيها جوه السمكة كده وكبري الحشوة بتاعت السمك. طيب يا حنان هي السمكة كده مش هتتفضى مني، انا خصوصا ان انا هقليها مش هشويها، السمكة مش هتتفضى مني. نسيت اقول لكم يا بنات ان كيلو السمك كان عامل عندي 72 جنيه، يعني الكيلو ونص تقريبا عامل 105 جنيه. احسبي انت كمان وقوليلي، كيلو ونص السمك بيعمل معايا 6 سمكات، يعني وجبة لينا، ادي 100 جنيه وجبة سمك، والرز موجود عندي في الخزين. ما نضيقهاش على نفسنا ونقول احنا هنحسب الرز وهنحسب البصل وهنحسب الطماطم، لو حسبنا كل حاجة هنحسب بقى النار بتاعة البوتاجاز، احسبي وقفتك على المطبخ، احسبي الحلة اللي انت هتغسليها بعد كده، كمية البريل اللي هيستخدم، احسبي سلكة المواعين، مش هنخلص ابدا يا بنات، ما بتتحسبش كده ابدا، تمام. وبعد كده يا بنات بعمل فتحات في السمك زي ما انتوا شفتوا كده في الجناب بتاعته، وبجيب رشة ملح محترمة ورش رشة ملح كده مبهرة. الملح اللي مبهر ده فيه ايه يا حنان؟ فيه شطة وفيه كمون وفيه كمان يا بنات فلفل اسود، تمام، شطة وكمون وفلفل اسود وملح. ببدأ ارش رشة كده علشان السمك بتاعي يتسوك كده من بره ومن جوه، وابدأ ان انا احميه كأني كده يا بنات بعمل له مساج، تمام. وبعد كده بجيب الخلطة دي وابدأ كده امسج السمك من بره ومن جوه، واحط من جوه الخلطة، واعبي السمك تعبية ايه، تعبية حلوة كده علشان طعمه يكون حلو. انا ولادي بيحبوا الخلطة اللي جوه السمك اكتر من السمك نفسه. جربي الخلطة دي وبأمر الله هتدعيلي وتكتبي لي كمان في التعليقات، تمام. لو وصلتي معايا لحد هنا برضو اكتبي لي في التعليقات ان انتي وصلتي لحد السمك. بعد كده يا بنات هعمل حبة رز، هنعمل رز ابيض، انا ولادي ما بياكلوش الرز الصيادية اللي هو اللي بيتعمل بالبصل، حاولت ان انا اكله لهم مرة على مرة ولكن هم مش راضيين، فعملت حبة رز ابيض وزودتهم كده. وبعد كده ببدأ ايه اقلي السمك، سبت السمك كده ياخد ويدي مع التسبيكة او مع ايه مع التحويجة اللي انا عملتها له علشان ياخد من طعم ايه من طعم التحويجة دي، وعملت الرز
وبعد كده ايه ابدا ان انا احط السمك وابدا ان انا اقليه. ابطن السمك بالدقيق تبطينه حلوه. في ناس بتحط في الدقيق نشا، وفي ناس بتحط في الدقيق ملح. انا ما بحطش في الدقيق اي حاجه يا بنات، بكتفي بالحشوه والتسويكه اللي انا حطيتها للسمك علشان السمك ما يملحش مني، وطعمه ما بيبقاش قوي زياده، يعني ما بيبقاش ايه، ما بيبقاش تقيل كده في التسبيكه اللي انا عاملاها او في التحويجه اللي انا عاملاها. تمام. ببدا ابطن السمك من بره ومن جوه تبطينه حلوه بالدقيق، بحيث ان الحشو اللي جواه ما يطلعش منه، واي حاجه انا حطاها من بره في السمك برضو ما تطلعش من السمك. تمام. وبعد كده بنزله على نار سخنه، اكيد كلكم عارفين الكلام ده. طيب عملنا وجبة سمك كل 15 يوم، وعملنا معجنات كل أسبوع مرة، وعملنا وجبتين أرديحي كل 3 أيام، وجبتين أرديحي وجبة لحوم. شوفي التوفير بقى اللي هتلاقيه، هتلاقي التوفير في الميزانية بتاعتك. عيشي على قدك وعلى قد ظروفك، عيشي بدماغك وبتفكيرك مش بتفكير أي حد، وإن شاء الله ربنا هيسترها معاكي وهيكبر بخاطرك. وده السمك بتاعنا بعد ما اتقلى. استنوا مني فيديوهات قوية جدا، فيديوهات جديدة جدا، وأفكار حلوة جدا عن التوفير. أتمنى إن هي تعجبكم. أتمنى إن لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.